بص، مبدئيا كده انا ممكن اختلف معاك في اي حاجة، بس الحاجة اللي مش هنختلف فيها ان محمد صلاح افضل لعيب جه في تاريخ مصر ومفيش بعده ولا قبله. بس ممكن لو هتقول لي محمد صلاح مش هو امهر لاعب في تاريخ مصر، هقول لك ماشي، في امهر منه كتير، انما محمد صلاح افضل لاعب في تاريخ مصر. وفي فرق يا جماعة بين المقارنة ان ده افضل لاعب في تاريخ مصر وان فيه لعيبة امهر. الانجاز والتاريخ مش بالامهر، بالالقاب والارقام. وطبعا كلنا شفنا محمد صلاح حقق ايه اخر حاجة، ان هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الانجليزي. طيب واحد هيقول لي، وناس كتير بتتكلم في الموضوع ده، ان محمد صلاح ما قدمش حاجة للمنتخب. محمد صلاح مستواه مع نادي ليفربول مش زي مستواه في منتخب مصر. انا هقول لك ليه. انت لما بتيجي تلاعب فرقة فيها لعيب يعتبر افضل لاعب في الفرقة، بتعمل ايه؟ بتخلي مان يمسكه. وده تفكير العرب وتفكير افريقيا. لما محمد صلاح مع المنتخب بيجي يلاعب اي منتخب في افريقيا، اول حاجة بيعملوها انك تقفل على محمد صلاح، انك تخلي مان يلعب مع محمد صلاح. انما في اوروبا مفيش الكلام ده. في اوروبا محمد صلاح الباك ليفت اللي بيلعب عليه بيدوله الحريه، لان الباك مطلوب منه واجبات ان هو لازم يعدي نص الملعب، لازم يلعب ويهاجم، لازم يرفع اوفرات، وان قدر يجيب جون بيجيب جون. ده الفرق بين التفكير الاوروبي والتفكير الافريقي والعربي. فعشان كده محمد صلاح مع نادي ليفربول لما بيجي يلعب مثلا ضد مانشستر، ضد تشيلسي، ضد توتنهام، ضد الفرق التوب، بيسيبوه يعمل اللي هو عايزه. قليل قوي لما باك بيقرب مع محمد صلاح ويلعب عليه مان، ما الباك مطلوب منه واجبات. انما في افريقيا والوطن العربي لا، انا مش هزيد ولا هعدي نص الملعب، انا معايا محمد صلاح. هي كده يا جماعه، وده الفرق. ومن المستحيل والصعب جدا ان لاعيبه في اوروبا ومدربين يعني يعاملوا لاعب عربي زي ما بيعاملوا محمد صلاح. ومحمد صلاح اجبرهم على كده، اجبرهم ان هم يحترموه ويرفعوا له القبعه ان هو لعيب كبير قوي قوي قوي. وان شاء الله ان شاء الله الموسم القادم محمد صلاح لو ركز واداء ليفربول يكون افضل من الموسم ده، ان شاء الله ينافس على افضل لعيب في العالم. السلام عليكم.